والسلام على رسول الله. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. أسعد الله مساءكم وصباحكم وأوقاتكم وأيامكم ولياليكم بكل خير وسعادة وهنا وفرحة وبهجة وسرور وحضور وراحة بال. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين. معنا الإعلامية الكبيرة الأستاذة سهير يوسف تحدثنا عن المؤسسة العريقة، المؤسسة الشامخة التي قامت بها، فدعوني أرحب بها. أهلا ومرحبا بحضرتك يا أستاذة. أنا كل هدفي من المؤسسة إن هي تنجح نور الناس بره وجوه، لأن المؤسسة الأول عايزين نبذة مختصرة عن نشأة المؤسسة. لفعل الخير والأعمال الإنسانية، منها الأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمتعثرين في الكلام وعايزين حد يعلمهم. هنعمل لهم ورش عمل، هنعمل ورش عمل خياطة وهنجميل وهنعمل كمان، لأن احنا بنحب بلدنا وكل هدفنا بلدنا. هنعمل كل اللي نقدر نستطيع نعمله في حق مصر، لأن مصر جميلة، مصر جميلة بنفسها وعندها استعداد أي موجودة هنقدمها فعلا في الفضائيات. وهنعمل مؤتمر قريب يا أستاذ قناوي هنا في المنتدى عن المواهب، وإزاي مواهب المنصورة اللي مفيش شبيه لها في العالم كله، لأن المنصورة معروفة من الدكتور واتربت على مية النيل وعايشين في النيل، فأكيد المواهب بتاعتنا زي ما شربت أم كلثوم مية النيل. المنصورة جميلة والضفائرية ولادة بالعلماء وبالفنانين والأدباء والممثلين وبكل حاجة حلوة. طب أهداف المؤسسة إيه؟ أهداف المؤسسة التنمية، هي اسمها مؤسسة النيل العالمية للتنمية والإعداد والفقر. كل هدفنا تنمية المجتمع جوه وبره، تأهيله ازاي يخرج من سوق العمل وهو معاه مهنة محتاجش المهنة. يعني لو جاب خرج وجاب إبرة وشوية خيط وعمل مثلا اسوره انسيال اي حاجه وباعها الطالبه بتاعته، هتجيب مصاريف جامعتها وهي قاعده. يعني ممكن باشغال بسيطه وسهله نوصل الطالبه ان هي تصرف على نفسها وتتعود تلقائيه منها النفسيه ان هي تبقى مجتهده، ان هي مش محتاجه بدل ما تقول يا بابا ولا تقول يا ماما، هتلاقي نفسها منتجه لنفسها بحاجات بسيطه وحاجات سهله. كده اللي انا عايزه اقوله. طيب. عايزه نقول يا استاذ. طيب المؤسسة حاليا لسه يعني قايمة تنهض، لسه هتنهض. ديت مش هتيجي منها. هنا السؤال، لو المؤسسة إن شاء الله بإذن الله ونتمنى ذلك، عندما تنهض المؤسسة وترتقي وتبقى مؤسسة ما شاء الله عالية شامخة، هل إن شاء الله بإذن الله تقوم بدورها على أكمل وجه، أم تجد بعد ما تتمكن؟ انا ربنا اعطاني حاجه لما انا في بناتي في ثالثه ابتدائي، فكانت اختي مجرد ان كنا 8 فكانت مكمله بينا احنا التمرين في مديره مدخل البنات، فبقت تاخدنا معاها اتعلمنا كل انواع الاشغال يا استاذ قناوي، لان كل اجازه تقريبا لحد ما كبرنا واخدنا شهاداتنا كان كل اجازه في المسجد. فاني زي ما اتعلمت وربنا اداني حاجات حلوه اتعلمها فعلا، اتعلمها للمواطن. كل اللي عايز يستفيد يجيله انا زي ما ربنا اداني يجيله. انا النهارده وقلت الكاميرا ناس من العراق وانا مبسوطه فعلا ان هم شرف فعلا لنا نوروا معانا، مصر. وشرف لينا انهم نوروا مصر. ندعوهم يبقوا مواطنين معانا يا رب في المؤسسه. ومن خلال لقائنا ده يا استاذ قناوي عايزين نوجه لهم كلمه، والعراقيين دول اخواتنا ونبض حياتنا وموجودين معانا فعلا. اخوات طبعا، وطبعا مجتمع نسيج متماسك مع، واحنا بنحب العراقيين ومصر بتحب كل الدول العربيه والدول الاسلاميه، ولا نفضل دوله عن دوله. بيتهم وبلدهم، وان الاخاء والحب ده حاجه ما بتتنسيش. انا والله سعيد. حاجه لان نهر دجله والفرات ونهر النيل بيصب كله بيصب في واحد، فربنا حبب العرب كلها ببعضها لان انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. المؤمنين كلهم، الدول الاسلاميه كلها دوله اسلاميه واحده، العرب كلهم اخوه، لا فرق بين عربيه او اعجميه.